السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة الفراشة التعليمية. هنعمل مع بعض بوكيه الورد اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بأسهل طريقة وبأبسط خامة. معانا هنا عصيان شيش طاووق واتنين ورق كروشيه لون برتقالي وأخضر ومقص وكمان دبل فيس. نبدأ مع بعض. أول حاجة هبدأ هنا أقص شريطة من اللون الأخضر لورق الكروشيه بالشكل ده. بعد كده هنا معايا عصاية هبدأ ان انا اغلفها بالدبل فيس بحيث ان هي تكون مغطياها بالكامل، وابدأ اقصها هنا. وبعد كده ابدأ هنا الفها على العصاية وابدأ اشيل الورقة الخارجية بالشكل ده. وبعد كده ابدأ الزق عليها ورقة الكروشيه اللي انا قصيتها الشريطة بالشكل ده، بحيث ان ورقة الكروشيه تكون مغطية العصاية بالكامل. اغلفها بالشكل ده كده للنهاية، وبعد كده اقص الزيادة. بعد كده هنا معايا ورق كروشيه لونه برتقالي، هبدأ اقص حتة مستطيلة اكبر شوية وابدأ هنا اشرشرها بحيث ان انا اشرشرها من البداية للنهاية بالشكل ده. وبعد كده هبدأ هنا اني افردها بحيث ان انا افتحها كده وافردها. وبعد كده هنا هبدأ اجيب الدبل فيس والزق هنا شريطة الدبل فيس عليها في الاسفل بالشكل ده من البداية للنهاية. طبعا انا بحب استخدم الدبل فيس في ورق الكروشيه عشان مش بيكلكع الورق معايا، فيستحسن تستخدميه يعني مع ورق الكروشيه بدل مسدس الشمع بيكلكع مع ورق الكروشيه. بعد كده هنا هبدأ الف العصاية والزق ورق الكروشيه اللون برتقالي كده حوالين بعضه بالشكل ده لغاية النهاية. وبكده تكون شكل الوردة جاهز معانا بالشكل ده. بعد كده هنا هبدأ اجيب ورق الكروشيه لون اخضر واخد قطعة منه وابدأ هنا اعمل ورق الشجر بالشكل ده مجوز، بحيث ان انا اخد كل ورقتين شجر مع بعض وابدأ اضع قطعة بسيطة من الدبل فيس وابدأ الزقها على العصاية كده في الاسفل اسفل الوردة بالشكل ده. كل اتنين هيكونوا مع بعض، والزق قطعة تاني كده على الدبل فيس على الورقتين الشجر اللي معانا، بحيث يبقى كده معايا 4 ورقات لورق الشجر على الوردة. هعمل مجموعة من الورد بنفس اللون، عملت 6 وردات بنفس اللون البرتقالي اللي معانا بالشكل ده. بعد كده هنا معايا شريطة صغيرة من شريطة الستان لون ابيض، هبدأ هنا الفها على كل الورد اللي انا عملته بالطريقة دي بحيث ان انا اربطها تكون يعني ماسكة الورد كده ما يفكش مني، وابدأ اقص زيادة. وبعد كده جبت شريطة اطول شوية بحيث ان انا اعمل منها الفيونكة اللي هتكون على بوكيه الورد اللي معانا ده بالشكل ده. وابدأ اقص الزيادة برضو اللي في الفيونكة بحيث ان انا مش عايزاها طويلة كده، الشريطة بتاعتها تكون طويلة. هبدأ اقصها بعد ما اظبطها اهو بالشكل ده، وابدأ اعمل مثلثات كده في الاسفل بحيث ان انا ازين شكل الفيونكة. وبكده يكون بوكيه الورد جاهز معانا بالشكل ده. يا رب يكون عجبكم. ممكن تستخدموا اي الوان، لون احمر لون اصفر اي الوان، ممكن الوان مع بعضها. كل الالوان اللي في ورق الكروشيه جميله بصراحه وتحفه ومبهجه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.